السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا ما عنديش اولاد في المدرسة. انا اولادي الكبار اللي هم اياد وشادية في الحضانة. اياد في مستوى اعلى من شادية لان هو كبير. احتمال السنة دي هيخش المدرسة. لسه مش عارفة هقدم له لان انا عايزة ادخله ازهري. فلو اتقبل هيخش السنة دي، ما اتقبلش هيكون السنة الجاية ان شاء الله. فطبعا زي ما انتم شايفين كده في الحضانة ما شاء الله تبارك الله، بيبقى فيه كتب ماس وعربي وانجليزي وحساب وتحفيظ قرآن. بتبقى طبعا على حسب المراحل، مبيبقاش الكتاب يعني لا، يعني كل شوية كل مرحلة بتجد معاه كتب يعني. فهنا كنت براجع معاه لاني بدأ ياخد بالماس، يعني ياخد طرح، خد الجمع الاول وبقى كويس فيه. فبدأوا يدوله الطرح بالنسبة للماس يعني. فما شاء الله تبارك الله. قلت اشارك معاكم معلومة زي كده. لازم تهتمي باولادك حتى لو كانوا صغيرين، شدي عليهم شوية، اتناقشي معاهم، حببيهم في الدراسة، حببيهم في الحضانة. اي حاجة هما بيحبوها شوفيها ايه هي واشتغلي عليها، وحببي الدراسة ليهم. ما شاء الله. ده هيفرق معاك كتير قوي لان بيخلي الطفل ما شاء الله تبارك الله بيكون كويس جدا ويكون حابب الموضوع دوت، وبيديكي اقصى ما عنده من جهد وذكاء ودراسة ومعلومات بيخزنها عنده. فحبيت ان انا اشارك معاكم الموضوع دوت، ان ما شاء الله تبارك الله اياد في حضانة واخد بصوا الحاجات دي كلها وحافظها وكويس فيها. الله اكبر يعني تبارك الله. فحبيت ان انا اقول لكم ان انت اشتغلي كده حتى لو كل يوم اقعدي بس ايه ساعتين بس مع ابنك او بنتك، ما شاء الله هتكون كويسة جدا ليه. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.